أنا ليه الاختيار التاني في حياة الناس؟ من زمان يعني من فترة كبيرة يعني في شخص ما عمل معايا مشكلة وزعلني جامد. وفي هذه الأثناء صديقي العزيز اللي كان صديقي يعني كان موجود، ولقيته بيتعامل معاه عادي جدا ولا كأن في حاجة. فقلت له أنت إزاي بتتعامل معاه كده؟ أنت المفروض صاحبي وده زعلني. ليه أنت طبيعي قوي كده معاه ولا كأن حاجة حصلت؟ قال لي أدهم الحكاية والرواية، أصلك برضو غلطان. أصل أنا ما بحبش أقطع مع حد، ما بحبش أعمل مشاكل مع حد. فقمت سكت كده شوية وقلت له طب مثلا لو فلان كان مكاني أنا كنت هتعمل إيه؟ وفلان ده كان شخص بيحبه هو يعني. فقال لي لا ده أنا هطربق الدنيا وهعمل مشاكل، إزاي ده يحصل ومش هسكت فساعتها أنا سكت، ما لقيتش حاجة أقولها. أنتوا عارفين إحساسي يعني. أنا لحد دلوقتي ساكت ما عنديش أي تعليق. بس اللي أنا أعرفه إن الشخص ده وصاحبي والأشخاص اللي في القصة كلهم دلوقتي مش موجودين في حياتي، بس الشعور هيفضل موجود معايا دايما، عمري ما هنساه. أنا من زمان ما صورتش في الأوضة. شعور إنك مش الاختيار الأول شعور غريب وملهوش مكان. يعني ممكن تلاقيه جايلك من صحابك، جايلك من الشخص اللي انت بتحبه، ممكن يكون جايلك من أهلك عادي، يكون جايلك من نفسك، ملهوش مكان. والناس اللي بتحس الإحساس ده بيسعوا بزيادة حبتين إن هم يغيروه. يعني تلاقيك دايما موجود لأي حد محتاجك، تلاقيك بتدي حب واهتمام وتقدير بشكل كبير جدا. تلاقي نفسك بتسايس وبتعدي الدنيا وبتيجي على نفسك عشان تثبت إنك الاختيار المناسب لأي حد أو للشخص اللي أنت بتحاول تكون معاه. بس في المقابل مش بتلاقي أي حاجة من دي. مش بتلاقي حد يقف جنبك لو احتجت، مش بتلاقي حد يحبك ويقدرك ويحترمك نفس التقدير والاحترام والحب اللي بتديه للناس التانية. هتلاقي أكيد، بس إيه؟ على القد، تقضية واجب. محدش هيجي على نفسه عشانك، محدش هيضحي علشانك، محدش هيحاول علشانك. وفي نفس الوقت هتلاقيهم بيعملوا كده وزيادة لحد تاني خالص. بتكون حاسس وعارف إن في حد تاني بياخد كل ده، إن في اختيار أول أنت مش هتكون الصاحب الأول، الابن المفضل، الشخص اللي يتحب ويتضحى علشانه. الإحساس ده مع تكراره بيديك شعور بإنك مش كفاية، إنك ناقص أو مش قد المقام يعني. فالشعور ده بيتخلخل في علاقاتك الحالية وعلاقاتك الجديدة. فلما تيجي تدخل علاقة جديدة مثلا يعني بتنقسم إلى نوعين، حسب بقى الظروف اللي انت عديت بيها في حياتك، وحسب انت شايف نفسك ازاي. في نوع يقول لك انا مش كفايه لحد، انا مش كويس، انا ما استاهلش، انا ما استحقش، انا هاخد بعضي وامشي ويمشي ما يدخلش علاقات. وده بيحطه في زون وحشه، في الاخر تلاقيه بقى لوحده، تلاقيه بيبوظ علاقاته بنفسه. في نوع تاني بقى ان هو بيدي بزيادة، بيعمل أي حاجة وكل حاجة عشان يثبت نفسه من غير ما يحس. ولما أقول كل حاجة وأي حاجة بقصدها فعلا، لأنك بتشوف نفسك مش كفاية، بتشوف نفسك ما تستاهلش، فلازم تشتغل عشان تصلح النقص ده. ويا حظك بقى لو وقعت مع حد توكسيك، حد دماغه تعبانة يستغل اللي انت بتعمله ده ويشلوحك. معلش اعذروا ألفاظي، الحلقة الجديدة مجنناني مخليني شخص مختلف. يعني من الآخر إحساس إنك مش الاختيار الأول ده لو اتكرر كتير وما اتعالجش صح هيحسسك إنك مش كفاية. والشعور ده هيدخل في علاقاتك الحالية والجديدة وهيبوظها لك. وهتبقى من شخص شايف نفسه الاختيار التاني أو التالت لشخص مش شايف نفسه أصلا. مفيش ثقة، مفيش شخصية. وده بيبينك في موقف ضعف، وهيبقى فعلا حاجة وحشة للطرف التاني وسبب إنه يبعد عنك. بالنسبة لي بقى شعور إني مش الاختيار الأول في حياة حد ده كنت بشوفه يوميا. أنا قاعد مع صحابي أو خارجين مع بعض بكلمهم، تلاقيهم قاعدين على التليفونات بيكلموا حد تاني، مركزين مع حد تاني، بيخططوا الخروجات أحسن وأوقات أحسن مع حد تاني وهم معايا ولا كأني موجود. لما يكون في جروب ناس كتيرة قوي كل اتنين يقوموا واخدين بعض يتكلموا ويهزروا ويكون بينهم نقاش، وأنا الشخص اللي أقعد أتنقل بين ده وده 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 كل شوية لأني مفيش حد بيكلمني. أنا باروح لده وأسافر لده وأعمل لده، لكن محدش بيفكر إنه يجيلي، محدش بيفكر إنه يعمل حاجة عشاني. أنا اللي أعمل وأسوي وأروح وأجي وهم في مكانهم.
هم مش ناس وحشين، بالعكس هم بيحبوني جدًا وبيحبوا وجودي وأنا باشوف ده في عينيهم، لكن أنا مش اختيارهم الأول. أنا عايز أعرف ليه، ليه أنا حاسس الإحساس ده، وليه أنا مش اختيار حد الأول، بس مش عايز إجابات تنمية بشرية، مش عايز الإجابات بتاعة أنت قوي، أنت تقدر، حِب نَفْسك، قوّي نَفْسك. يا حبيبي قُل لي، فهّمني إيه حِب نَفْسك دي، أحب نَفْسي إزاي؟ إيه أنا قوي، أنا أقدر، ما أنا عارف أنا قوي وأنا أقدر أعمل إيه. وبرضه مش عايز حد ييجي يطلّع الناس اللي حواليّا غلطانين، عارفين اللي هو الناس كلّها وِحشة، أنت اللي كويس، ده هُم شِلّة مش عارف إيه، ده هي ما بتحبكش أصلًا. إزاي، إزاي الناس كلّها غلط وأنا اللي صح، أنا الملاك البريء اللي ما بيغلطش؟ ما ما ينفعش، أنا عايز إجابة ترضي دماغي، دماغي اللي بتفكّر بالمنطق وبتعمل على أساس اللي بتشوفه. أنا عايز إجابة تريّح قلبي من الخوف والقلق، تعرّفني عشان لو عندي مشكلة أحلّها وأهدى. مش عايز إجابات الفيديوهات دي. أنا فاتح فيديو، أنا باعمل فيديو، إيه اللي أنا باقوله ده؟ بس فعلًا والله أنا مش عايز إجابات فيديوهات، ما بتدخلش دماغي. بس الصراحة الحياة علّمتني حاجة، الحياة علّمتني إن ما فيش حد في الدنيا دي هيقول لك ليه، ما فيش إجابة حد في العالم هتكون مرضية ليك وتريّحك من الآخر. السؤال ليه بالأخص أنت لازم كده تشمّر وتنزل تجيبها أنت بنفسك، تدوّر في الحياة، تروح يمين وشمال لحد ما تعرفها وتبدأ تربط الأحداث ببعض. فأنت الوحيد اللي هتعرف ليه، مش الشخص اللي أذاك، مش السبب اللي خلّاك تسأل ليه، أنت اللي هتعرفها، مش أي حد تاني. طب يا أدهم أنا فاتح فيديو تِلت ساعة عشان أنت تيجي تقول لي الكلام ده، أُمّال أنا باتفرّج عليك ليه؟ هاقول لك يا عزيزي المشاهد أنا عامل 30 فيديو تقريبًا، في ولا واحد فيهم أنا قُلت لك الحل، ولا قُلت لك تعمل إيه. لإني لو قُلت لك كده يبقى أنا باضلّلك، يبقى أنا باقول لك الحاجات اللي نفعت معايا أنا، الحلول اللي نفعت مع حياتي وبيئتي وظروفي، وده غلط. أنا لو قُلتها لك وأنت عملتها ممكن تضرّك، ممكن تبهدل الدنيا عندك تحطّك في حتّة غلط، فأنا كده باخدعك. اللي أنا باعمله اللي أنا باحُط إيدك على الموضوع، باخلّيك تفهم المشكلة، عشان لمّا نفهم المشكلة بنعرف نحلّها. باخلّيك تبُص على المشكلة بعين حد تاني عشان تعرف إنها سهلة وممكن تتحل. بالإضافة باقول تجربتي، عادي باحكي، ما أنا الفيديو بتاعي ما اتكلّمش عن نَفْسي كمان، الله! فأنا ما باقولكش حلول ويا ريت برضه ما تسمعش حلول من حد، اسمع آراء، لكن ما تاخدهاش كإنها حلول. نرجع بقى لموضوعنا، أنا خدت بعضي ولبست واتشيّكت وقُلت يا واد يا أدهم انزل اعرف ليه. فأول حاجة لقيتها إن شعور إن أنا مش الاختيار الأول ده مرتبط ارتباط تام وكامل بشعور إني مش كفاية، الاتنين بيكمّلوا بعض. طَب أنا جِبت الشعور ده منين، جِبته منين، جِبته منين، جِبته من البيت، من الأهل. أغلب البيوت المصرية وأنا باقول الأغلب مش الكل ماشي، بيزرعوا في الطفل الإحساس ده إن هو مش كفاية بسبب حاجات كتيرة أوي هُم بيعملوها. أنت لو ما جِبتش مجموع عالي في الثانوية تبقى شخص فاشل، ما تسواش، أنت ابن خالتك والّا ابن عمتك والّا ابن عمك أحسن منّك، يا تدخل كلية قمة يا إما مستقبلك ضاع وما لكش مستقبل. إن حاجات كتيرة أوي أنت لو ما عملتهاش تبقى فاشل، وإن في حد أحسن منّك، وإن ما ينفعش يكون في حد أحسن منّك، لازم تكون أنت الأحسن. حتى في جملة والله كلّكم هتريليتوا ليها، أكيد كلّكم سمعتوها في البيت، هو فلان أحسن منّك في إيه؟ ما ينفعش حد يكون أحسن منّك، أنت لو ما كنتش أحسن واحد تبقى ولا حاجة. الحاجات دي وأنا باقولها تبان صغيّرة، لإنّي باقولها قدّامكم في قعدة، في فيديو، لكن في ناس وإحنا مش هاقول ناس، إحنا بنمُر بيها يوميًا على مدار سنوات في طفولتنا في البيت. فغصب عننا هتدخّل لنا إحساس وتشكِّل دماغنا على إننا مش كفاية، على إننا إحنا لو ما وصلناش لحتّة معيّنة أو ما عملناش حاجة معيّنة أو ما خدناش حاجة معيّنة، يبقى إحنا مش كفاية، يبقى إحنا قليلين. مع إن إحنا ممكن بنكون بناخد أحسن حاجة وأفضل حاجة موجودة، لكن برضه هو الإحساس اللي مسيطر علينا. بعد ما فهمت الحتّة دي، أدركت إن أهلي كان ليهم إيد في الشعور اللي أنا باحسّه ده، شعور اللي أنا مش كفاية، شعور اللي أنا حاسس إن أنا مش الاختيار الأول في حياة حد، وهُم اللي زرعوا فيّا ده. طَب إيه هيصلّحوها بقى؟ لأ، لإن ما فيش حد بيصلّح اللي كسره. يعني أدهم بالراحة كده، أنت بتقول لي إن أهلي كان ليهم إيد في اللي حصل لي ده وأنا المسؤول أصلّحه؟ أيوه، أُمّال مين هيصلّحه؟ السمكري؟ السباك؟ في مين تاني بيشتغل في التصليحات؟ الجزار؟ ما فيش حد هيصلّحه لك، أنت لازم تقوم بنَفْسك وتصلّحه.
أنا ليه باقول إن الأهل ليهم إيد في الموضوع ده وهُم مش هيصلّحوه؟ ليه باعمل كده؟ عشان أعرّفك جذر المشكلة، عشان أعرّفك بدايتها فين وآخرها فين، عشان لمّا تيجي تقطعها أو نقطعها ما تطلعش تاني. حتّة إن الأهل هم السبب أو ليهم إيد في الموضوع ما كانتش كافية ليّا، ما كانتش إجابة مُرضية، برضه لسه باسأل. طَب ماشي، إحنا عرفنا إن الأهل هم السبب، أنا ليه برضه مش الاختيار الأول في حياة حد؟ قُمت رُحت فتحت الكتاب بتاعي بتاع العلاقات، هتقدروا تلاقوه في صندوق الوصف ب3.000.000$ طبعًا اشتروه. مش معلش حبيت أعيش جو اليوتيوبرز وكده. فأنا بافتح الكتاب ده لقيت إن أول حاجة مكتوبة: ما تدّيش حاجة أنت مش بتاخد مقابل ليها في العلاقات. يعني ما ينفعش تدخل سوبر ماركت وتقوم دافع 1000 جنيه عشان تشتري كيس مولتو، هتطلع من السوبر ماركت جزء كبير من فلوسك راح، هتاكل المولتو هيخلص في ثواني ومش هتشبع أو مش هتحس الإحساس اللي أنت عايز تحسه أو اللي أنت دفعت ال1000 جنيه علشانه. هتتضايق، هتزعل، فلوسي ومش عارف إيه، هتقوم داخل تاني دافع 2000 جنيه علشان تاخد كيس المولتو نفسه وتقعد تاكل وبرضه مش هتشبع، هتتضايق، رايح جاي، رايح جاي، تدفع أكتر، أكتر، يمكن تاخد حاجة تناسب السعر اللي أنت بتدفعه، مش هتلاقي، لإن السوبر ماركت بس هيدّيك مولتو مش هيدّيك حاجة أكتر من كده. دفعت مليون جنيه برضه هيدّيك المولتو بتاعك، لإن هو ده اللي يقدر يدّيه لك. فأنت طاقتك فأنت فلوسك هتخلص وبرضه مش هتشبع، وهتزعل زعل كبير جدًا اللي أنت ضيّعت كل الفلوس دي وفي الآخر ما خدتش حاجة أو ما شبعتش. تعالوا بقى نخرج من المثل ده، ما تدّيش أكتر ما بتاخد، علشان أنت لمّا بتعمل كده بتكون غصب عنك مستني مقابل، فلمّا ما تلاقيهوش بترجع تزعل وتتضايق وتحس إنك مش كفاية، تحس إنك ما تستاهلش، تحس إن الشخص اللي معاك ده مش حاطّك في الاختيار اللي أنت حاطّه فيه أو في المكان اللي أنت حاطّه فيه. يعني مثلًا الصاحب ده اللي هو بيكلمك كل فين وفين لما يعوز حاجة، انت كمان تكلمه كل فين وفين ولما تعوز حاجة، ولما يظهر لك اوت اوف نو وير فجأة: يا حاج انا عايزك في كذا، يا بنتي انا عايزاكي تعملي لي مش عارف ايه، انا قادر، فل الفل حملك اللي انت عايزه، انا مش قادر، مش هقدم حاجة غصب عني واجي على نفسي وبهدلني واخد من وقتي وراحتي وطاقتي علشان شخص بيظهر كل فين وفين. انا اسف مش هعرف اعمل لك حاجه، ومش بقول لك انت تعمل كده بحاجه وحشه، لا، انت لو تقدر اعمل، لو ما تقدرش ما تجيش على نفسك. امتى نيجي على نفسنا؟ امتى نسعى؟ لما يكون فعلا شخص قريب، لما يكون حد في حياتنا مش رايح جاي بمزاجه، الشخص اللي بيتكلم يسالك كل فترة كبيرة عامل ايه، اخبارك ايه، وماما وبابا سلم لي عليهم، انت كمان كل فترة كبيرة تكلمه تسأله انت عامل ايه، اخبارك ايه. الشخص ده اللي بيطلع يشكي لك ويحكي لك حكايته وبعدين يختفي، فاكرك الثيرابيست بتاعه. انا بقول لك اهو، قادر تساعده ساعده، لكن ما يأثرش عليك. ما تسيبش دنيتك وتقوم رامي كل حاجه: انا هساعدك، انا هحل لك مشاكلك، انا هقف جنبك. لانك لما بتعمل كده مع شخص بيظهر كل فين وفين علشان يفضفض لك بس مش اكتر، هو شايفك ثيرابي ببلاش، انت غصب عنك هتكون مستني لما تحصل مشكله ده يعمل كده معاك، ومش هتلاقيه، مش هتلاقيه او هتحس لا مش عايزه، ولو عمل كده او ساعدك هتلاقي مساعده اي كلام مش زي ما انت بتعملها. فانت بالتالي هتزعل، هتحط نفسك بقى: ده انا بعمل للناس ومحدش بيعمل لي، ده انا بقف معاهم ومحدش بيقف معايا، ده وتقعد تعمل في نفسك وتسوي وتبهدل حالك يعني. طب ليه من الاول اللي يديني حاجه انا هديها له؟ في بقى ناس تقول لك بقى، تعالوا بقى تعالوا اقول لكم، في ناس يقول لك: اللي يمشي لي شارع امشي افوت له بلاد، اعمل له كل حاجه بس احس ان هو بيمشي لي شارع. الناس دي عاده اول ما يخلصوا الجمله دي تلاقيهم بيشتكوا من العلاقات اللي حواليهم، او او اللي هو بصوا بقى احنا ناس جامده مفيش قدنا، بيتمنظروا يا بيشتكوا. ف... فما تطلع من دماغك فكره اللي انت تكون اوفر جيفر او معطاء بزياده، هي نفس نفس المعنى. ارجوك طلعها من دماغك، مش حاجه كويسه خالص، مش حاجه صحيه. انا لو بديك حاجه يبقى انا عايزها منك، ما تدينيش اكتر منها وما تدينيش اقل منها. لما ابتديت اطبق الموضوع ده وادي زي ما باخد، حياتي بقت احسن بكتير وفعلا حسيت بالتغيير. وده ريحني جدا. يعني الناس اللي انا كنت بحس معاهم الاحساس بتاع الاختيار الاول والتاني وان انا مش كفايه، لا، من اهلي بقى، من صحابي، من الناس اللي انا بحبها، لما بدات اعاملهم زي ما بيعاملوني بالظبط، ده عالج مشكلتي. طيب حلو زي الفل،
حلينا المشكلة، والناس اللي إحنا الاختيار التاني بالنسبة لهم هم كمان بقوا الاختيار التاني بالنسبة لنا، وكل واحد في المكان المناسب ليه ومرتاحين ومبسوطين. بس برضه يا آدم إحنا ليه مش الاختيار الأول لحد؟ أنت عالجت جزء من المشكلة، لسه برضه في إجابة أنا عايزها. أوف. فضلت أقلب في كتاب العلاقات بتاعي، ما لقيتلوش إجابة، قمت قافله وفتحت إيه السوشيال ميديا، قعدت أفر بقى في الريلز والتيك توكس. لقيت لك ريل من اللي هو بتاع الاختبارات النفسية ده، فقلت أتفرج عليه. والله بكلمكم بجد ما بهزر انا، بس التون بتاعتي فيها هزار، بس ده حصل بجد. قال لك ايه ولا نسيت. المهم الريل دي بقى كانت بتقول ايه: اختار لون. اخترت لون. اختار حيوانات. اخترت حيوانات. اختار مش عارف ايه. اخترت مش عارف ايه. رتب لي الناس اللي بتحبهم من الاكثر حبا للاقل حبا، واختار اللي انت عايزه. عملت كده. فقام الفيديو خلص بقى، وكتب لي في الاخر: انت اي واحد من الناس اللي انت اخترتهم دول، انت مش ولا واحد منهم، صح؟ وقام الفيديو خلاص بقى. يعني بص، ده انا النفسيه كلها، انا فاهم الفيديو استعباط وكده عشان يجذبنا، بس هو فعلا انا ما اخترتش نفسي. احنا ما بنختارش نفسنا. انا مش الاختيار الاول من اختيارات الكتيره اللي انا اخترتها في الفيديو ده. هنا بقى بدات اجمع الحكمه الصينيه دي اللي هي تقول لك ما تجريش ورا الفراشات، اهتم بالحديقه بتاعتك، والفراشات هي اللي هتجيلك لحد عندك. انت يا عزيزي المشاهد لما يكون في حد اختيارك الاول، بتعمل ايه؟ ايدك معايا بقى كده. هتهتم بكل تفاصيله. هتخاف عليه من الهوا الطاير. مش هتسمح له يغلط، ولو غلط هتسامحه وتعديله وتكون هين عليه. هون هين هون هين. لا، هون دي الفعل، هين المفعول به. هين عليه. هتثق فيه. هتحترمه. هتقدره. هتحبه. هل انت بقى بتعمل كل ده مع نفسك؟ لا. يبقى انت عمرك ما هتكون الاختيار الاول لحد، وانت اصلا مش مختار نفسك. لانك يا عزيزي لما مش بتعمل الحاجات دي لنفسك، بتبقى اسمها نواقص فيك، بتستنى حد يجي يملاها. ركزوا معايا في الحتة دي. انت مستني حد يحبك علشان تحب نفسك، مستني حد يثق فيك علشان تثق في نفسك، مستني حد يشجعك علشان تقوم تعمل الحاجات المفيدة ليك الصح ليك، مستني حد يخاف عليك علشان فعلا تكون حذر في حياتك وتهتم بنفسك وتخاف على نفسك، إلى آخره. أنت بتعمل كل ده مش عشان عايز علاقة صحية، أنت عايز تملى النقص اللي جواك، والنقص اللي جوه الإنسان عمره ما في إنسان تاني بيملاه. يعني مهما دخلت في علاقات هتلاقي إنك عمرك مش يعني مهما دخلت في علاقات عمرك ما هتلاقي إن في حد بيكفيك، لأن في حاجة أنت المفروض تملاها بنفسك، مستني حد يجي يملاها لك. فالشخص او الطرف التاني ممكن يكون كويس جدا ومحترم وبيديك كل حاجه باكمل وجه، لكن انت مش شايفها كفايه، فهتبدا العلاقه تبقى صعبه على الطرفين، هيبقى في ضغط، هيبقى في قلق وتنشنه طول الوقت. انا عارف كويس الفيديوهات اللي تيجي تقول لك ايه: حب نفسك، اختار نفسك، وكل حاجه هتبقى كويسه، ويدوك بقى لو اخرج مع نفسك، اقعد مع نفسك، ونبقى قافلين. طب يا جماعه قولوا لي اعمل ايه، والله انا هسمع كلامكم. قولوا لي الحل. قولوا لي الصح. قولوا لي احب نفسي ازاي. هو احنا ما ينفعش نسأل السؤال بتاعنا أحب نفسي إزاي، دي سؤال وحش. بس ساعات بنكون محتاجين جايدنس، محتاجين حد يرشدنا على الأقل إن احنا نعرف إجابة السؤال ده. فأنا مش هقفل الفيديو، مش هقول لكم حبوا نفسكم واختاروا نفسكم وقفل الفيديو. أنا والله مش قصدي حاجة، مش قصدي عشان تروحوا تتفرجوا على الفيديوهات التانية، بس أنا فعلا عامل فيديوهين، واحد اسمه أنا بنسى أسامي الفيديوهات بتاعتي، بس هو واحد اسمه إزاي تحب نفسك، وازاي تحب تكون لوحدك. اتمنى يكون اساميهم صح. اتفرجوا عليهم. فيديوهات صغيره والله مش هتطول، وفيها بقى تفاصيل التفاصيل، عشان انا مش عايز اشتتكم عن الحلقه دي. دلوقتي يا ادم احنا سمعنا كلامك، وعملنا كل حاجه، ورحنا شفنا الفيديوهات، وعملنا سبسكرايب وبنينا الحديقه، وحديقتنا بقت بتنور وبتشعشع كده من كتر جمالها. بس برضو يا ادهم مفيش حد جه، احنا لسه مش الاختيار الاول في حياه اي حد. هنا بقى دي اخر نقطه عشان انا صدعتكم. يا حبيبي، مفيش فراشات ولا صراصير هتجيلك لو انت بتعمل كل حاجة علشان حد، مش عشان نفسك. والله انا بطور جسمي عشان يبقى عندي عضلات والناس تحبني وابقى مقبول، وانا بخس وببقى بنت جسمها حلو عشان برضو الناس تحبني وابقى مقبولة.
وأنا باشتغل وباتعب عشان ييجي لي فلوس وأعرف أصرف ويبقى معايا فلوس حلوة أقدر أروح للي أنا عايزها وأتقدّم لها وتكون فلوسي كتيرة ومع صحابي ومش عارف إيه، وعايز بقى أكون مالي مركزي. طب والله أنا باشتغل على أمور التنمية البشرية دي وعلم النفس عشان كده أكون شخص ناضج ولايق علشان الناس تقول إنه الواد الناضج ده، الواد اللي ما فيش زيه ده فاهم كل حاجة. غلط. أنت بتعمل كل حاجة صح بطريقة غلط وده بيوقّعها. حبيبي، عملت جسم حلو الناس هتيجي لك عشان جسمك، بس once إنك تتعب، once إن الجسم ده يروح الناس هتمشي. خلاص هُم جايين عشان سبب والسبب ده راح فيمشوا. لو أنت بتعمل فلوس عشان الناس، الناس هتيجي لك عشان فلوسك ولمّا فلوسك تخلص هيمشوا. لو أنت بتتعلم وبتكون ناضج علشان تعجب حد مش عشان نَفْسك، في أول break down هيحصل لك هيمشوا ويبعدوا عنك. إيه هيقولوا عليك إيه الواد المجنون ده كان عاقل اتهبل والّا إيه؟ وهيمشوا. وأنت بتعمل حديقتك اعملها علشان تعرف تقعد فيها مبسوط، اعملها تكفّيك وتخلّيك مش محتاج حاجة من أي حد، اعملها تحميك وقت المشاكل وتسد تكون صلبة طولها كده في وقت العواصف والجو الوحش. افهم إمتى تسقي الزرع بتاعك، اعرف هو محتاج إيه وإزاي وإمتى. وأنا هنا مش باتكلم عن الحديقة، أنا عارف إن أنتم فاهمين إن أنا باتكلم عنك أنت، عن نفسك أنت. لو عايز فعلًا تحب نفسك بجد، اعمل كل حاجة واخلص النية إنها تكون ليك أنت، مش عشان حد تاني يُعجب بيك أو يدخل حياتك. لو عايز تبقى الاختيار الأول في حياة حد، خلّيك أنت الاختيار الأول لنفسك، عشان نفسك. السلام عليكم، إيه الأخبار عاملين إيه؟ أنا الeditor بتاع الحلقة. هو المايك قفل وأنا باتكلم، فقُلت أطلع أقول لكم بقى الحتة دي لأنها مهمة جدًا يعني. لمّا توصل لمرحلة إنك ما تبقاش مستني حد ينبهر بيك أو يخلّيك اختياره الأول، ساعتها مش هيفرق معاك مين اختارك ومين لأ. علاقاتك كلّها هتوصل إنها تكون في درجة مريحة ليك ولدماغك. إحساس إنك اختيار تاني ده مش هتفكّر فيه أصلًا، لإن الإحساس ده اللي أنتم مش واخدين بالكم منّه دي حاجة نابعة من جوّانا، من منظورنا لنفسنا، من البيئة، من الظروف اللي إحنا اتحطينا فيها، مش أبدًا الناس اللي حوالينا، مش من أفعالهم خالص، ده كلّه من جوّانا إحنا. يعني الموقف بتاع صاحبي القريب اللي حكيت لكم عنه في أول الفيديو، أنا لو كنت عاملت الشخص ده صاحبي زي ما بيعاملني، أنا أصلًا ما كنتش هاسميه صاحبي القريب، ولو راح يحب في كل أعدائي أنا مش هيفرق معاه ولا هاتأثر. لو كنت أنا اختيار نفسي الأول مش هاستنى حد يختار، فبالتالي أنا مش هاقعد أحيط الحزن إن في حد بيعامل حد أحسن مني أو أنا بادّي كتير أوي وباخد قليل جدًا. والحلو لمّا توصل للمرحلة دي إنك هتكون شخص عارف تتعامل مع الناس كلّها، عارف تحمي نفسك من أذى الناس، عارف إمتى تاخد وإمتى تدّي. وبرضه هتوصل لمرحلة حلوة إنك هتكون الشخص اللي بيختار، هتتحول من شخص مستني الناس تختاره لشخص هو اللي بيختار. أنا هاختار إمتى ده يكون موجود في حياتي، وإمتى ده ما يكونش موجود في حياتي. هتعرف نفسك، هتعرف أنت عايز إيه ومين في الوقت المناسب، وهتلاقي نفسك بتروح له وتتعامل معاه. مش أنانية، مش بتبقى شخص وِحِش، أنت بتبقى طبيعي، أنت بتاخد من كل إنسان اللي هو بيديه لك مش أكتر، ومش مستني منه أكتر ولا أقل. يعني من الآخر كده هتبقى شخص 10 على 10. السلام عليكم. تعالوا نعمل مراجعة سريعة عن الحلقة دي. أول حاجة إحساس إن أنا ليه مش اختيار حد الأول أو أنا مش كفاية، ده أغلبه بيكون نابع بسبب تربية غلط، بيت متربي على أصول غلط، فنكون هاينين على نفسنا لأننا مش السبب. بالراحة، ما نعاقبش نفسنا على حاجة إحنا مش السبب فيها. دي أول نقطة. تاني نقطة، في أي علاقة في حياتنا أيًا كانت، ما ندّيش أكتر أو أقل من اللي إحنا بناخده. دي أصول العلاقات الصحية. متجوز، أهلك، إخواتك، كل حاجة. تالت نقطة، إنك مش هتبقى اختيار حد الأول طول ما أنت مش اختيار نفسك الأول. فقوم واعمل مع نفسك اللي أنت بتعمله مع الناس من حب واحترام وتقدير وخوف عليهم. رابع نقطة، إنك ما تستناش حد يجيلك وما تعملش كل اللي أنا قلته ده غير علشان نفسك. طول ما أنت قاعد مستني حد يبقى أنت كده بتعمل حاجة غلط. آخر حاجة هقولها، اختار تكون الاختيار التاني لشخص اختياره الأول هو نفسه، لأنه لو شخص عرف يحب نفسه ويقدرها ويعمل كل ده بالتالي هيعرف يحبك ويشيلك على راسه ويعمل كل حاجة حلوة معاك في الدنيا. بس كده، يومكم سعيد. أستاذ عيني شغال ورا إيديت إيه؟
باخلّص وابعت له، اخلّص وابعت له، هو يشتغل، حبيب قلبي.